الشعوب. انتم يا غزاة يا طغاة، انتم يا هتلر، انتم يا نابليون، انتم تريدون دمار شعوبكم، دمار اوروبا، دمار البحر المتوسط. انتم اعداء السلام، اعداء الانسانية. انتم يا حلفاء، انتم يا قادة الاطلسي، انتم اعداء لشعوبكم. انتم دمرتم المصالح المشتركة بيننا وبينكم. انتم دمرتم مصالح بلادكم. انت يا ساركوزي يا غبي يا مجنون يا تافه، انت دمرت مصالح فرنسا. انت اسأت للعلاقات الودية اللي كانت بيننا وبينكم. نحن نحترم الشعب الفرنسي، نحترم الأمة الفرنسية. انت اسأت للأمة الفرنسية. نحن نريد العلاقة والسلام مع الشعب الإيطالي، مع الشعب الفرنسي، مع الشعب البريطاني، مع الشعب الأمريكي، مع شعوب أوروبا. ولكن أنتم يا دعاة الحرب، أنتم يا أعداء الإنسانية، أنتم يا مجرمي الحرب. أنتم لا تريدون مصالح بلادكم، لا تريدون أنتم لا تريدون الخير لشعوبكم، تريدون الشر لشعوبكم. وجاكم الشر، خذوا الشر، تفضلوا خذوا الشر. سنأتيكم نحن والشر، سنأتيكم نحن والشر الذي تريدونه، فليكن ذلك كذلك. انتم تواجهون ملايين تريد الاستشهاد، ملايين تريد الموت، ملايين تريد الانتحار، تريد ان تستشهد، لان مواها الجنة ومواكب النار. انتم غلطتوا غلطة تاريخية، غلطة تاريخية. اخرجوا من هذه الورطة قبل فوات الاوان، اخرجوا من هذه الورطة قبل فوات الاوان. انتم يا اصدقائي في اوروبا، يلي كنتم اصدقائي في اوروبا، ننصحكم اخرجوا من هذه الورطة قبل فوات الاوان. نعطيكم مخرج وحيد اخرجوا منه، وهو الرجوع الى بلادكم، الانسحاب من اجوائنا ومن مياهنا. واتركوا الخونة يواجهون مصيرهم امام الشعب الليبي. انظروا للشعب الليبي. هذه المسيرة الان انتظم فيها، هذه المسيرات انتظم فيها الان 5 ملايين. المسيرة المليونية في بطرابلس يوم 1/7، ثم مسيرة 7 في الزان، ثم مسيرة العجلات امس، ثم مسيرة الزيتن اليوم وما حولها. هذه المسيرات انتظم فيها اكثر من 5 ملايين ليبي من الرجال والنساء. نتحداكم ان تاتوا باي شعبية واي استفتاء في العالم مثل هذا الاستفتاء. هذا استفتاء تاريخي، استفتاء تاريخي يكتبه التاريخ، بانه تم الاستفتاء العفوي بدون ترتيب، بدون تحريض. خرجت الجماهير تتحدى، جماهير الشعب الليبي تتحدى هذا الاستفتاء. اهو القرار الذي لا يستطيع احد ان يتحداه، لا يستطيع احد ان يرده، هو قرار الشعب الليبي. انظروا للرجال والنساء ومعهم الاطفال، دليل على الصدق عندما ياتون بالاطفال. معنى هذا الصدق، معناه الجدية، معناه الضمير. هذه قبائل مرهونة، هذه قبائل مسلعته وراس غزال والعمامرة. شايفك يا ماما عشتي كاتب يد بالحنة في كتفك. عشتي هذه قبائل الخمس، هذه قبائل الزيتن، هذه قبائل والفلة. هذه القبائل تجتمع اليوم، تحتشد اليوم في هذا التواجد الضخم لتكتمل المسيرات المليونية امام العالم. انظر انت اللي في امريكا، وانت اللي في اوروبا، وانت اللي في روسيا، وانت اللي في كل مكان. انظروا لهذا الاستفتاء العلني. هذا ما فيه فلوس، ما فيه رشوة، ما فيه تزوير. هذه ملايين ظهرت. خلاص هذا الشعب الليبي الان
اكثر من 5 ملايين ليبي يحملون صور القذافي ويتحدون ويحملون لافتات التحدي والاستعداد للجهاد، الاستعداد للاستشهاد. دوسوا باقدامكم على قراراتهم، دوسوا باقدامكم على كل تحدياتهم ضدكم. عندما يتكلمون عن الشعب الليبي وعن الشأن الداخلي الليبي، هذه إهانة للليبيين، إهانة للليبيين والليبيات، هذه إهانة يوجهوكم فيه الإهانات عندما يتحدثون عن حياتكم السياسية وعن حياتكم الإدارية. أنتم شنو دولة مستعمرة علشان بيعطوا استقلالها حتى يقولوا كيف يكون نظامها. نحن دولة مستقلة، استقلنا بالدم بالقوة، لن يمنح لنا أحد الاستقلال بالصورة. نحن أجدادنا وآباؤنا دفعوا دم الاستقلال، وبثورة الفاتح العظيم عام 69 تم استكمال التحرير. انتصرت المعركة التي خاضها آباؤنا وأجدادنا واستشهدوا من أجلها، معركة الحرية، معركة الحرية. الآن نشعر أيها الأخوة إن روح جدي عبد السلام بومنيار القذافي الذي سقط أول شهيد في معركة المرقب عام 1911 ويشعر بأنها فوقكم الآن، تحييكم الآن، فوقكم الآن. لا تخونوا أرواح الشهداء، لن نخونكم، لن نخون أرواح الشهداء، لن نخون تضحيات أجدادنا وآبائنا، ولن نخون مستقبل أولادنا وأحفادنا أبدا. نحن سنقوم بالواجب كما ينبغي، مثل ما قلت لكم كم مرة، سنقوم بالواجب كما ينبغي، نقوم بالطلحة المطلوبة إلى أقصى حد، نقدم الطلحة إلى النهاية، إلى النهاية. لا نخاف الموت ولا نبحث حتى عن النصر ولا يهمنا الحياة، نحن يهمنا القيام بالواجب كما ينبغي. إن احنا ما نخون الماضي العظيم ولا نخذل المستقبل أبدا. انظروا الشباب اللي كاتبين على صدورهم، كاتبين على صدورهم الاسماء. انظروا اللافتات، انظروا التلاحم الرائع من بلوليد الى ترهونة الى مسلات الى الخمس الى الزيتن الى تاورغة. انظروا لهذا التلاحم الجماهيري. تعالوا شوفوا هذه المعركة ندخلها بالجماهير. تصوروا لو نعطي امر لهذه الجماهير بان تزحف على مصاته، سوف لن تقف عند مصاته، سوف تقف في وادي النيل. هذه الجماهير تستطيع ان تصل الى وادي النيل ولا يستطيع احد يقف امامها، لان هذا مليون انسان، جيش مكون من مليون، وهذا لم يحصل ابدا ان جيش مكون من مليون قد زحف في اي معركة من معارك التاريخ. لكن نحن الان نستطيع ان نزحف بمليون، ولكنني انا لا اريد ذلك الان. هذا امر مؤجل، امر الزحف مؤجل، ولكن تأتي في ساعة من الساعات. ما لم يتم تسليم، ما لم الخونة يسلموا للشعب الليبي، يستسلموا للشعب الليبي ويرموا سلاحهم ويهربوا او يرفعوا ايديهم ويسلموا انفسهم من بغازي الى مصراتة الى الزنتة. ما لم يسلموا سلاحهم للشعب الليبي ويسلموا انفسهم للشعب الليبي الذي يعتقد انه سيرحمهم عندما يستسلمون. نحن لا نقتل الذي يستسلم ولا نولي الذي يستسلم. الذي يلقي سلاحه لا نقتله ولا نحاسبه. ما لم يحصل هذا في الامر المؤجل سيصبح قابل للتنفيذ، وهو زحف الملايين في كل مكان يستحق ان نزحف عليه لتحرير بلادنا. نحن لا يمكن نخلي بلادنا بهذا الشكل. سنرجع ليبيا مثل ما كانت عليه في شهر واحد من هذا العام. انظروا لليبيا في شهر واحد من هذا العام، كانت عايشة في خير وفي نعيم وفي سلام واقتصاد قوي وروح معنوية عالية ومجد وعزة وأخوة من راس الجدير كما يقولون إلى مساعد. كانت ليبيا بهذا الشكل، ولكن من شهر 2 لعند الآن جت المؤامرة واستغلوا الخونة التافهين، استغلوا الخونة. يا ناتو تعال، يا ناتو تعال خشوا بيوتنا يا ناتو. هذه معناها قصدي انتم رجال عليش عايشين بالناتو؟ خلي يجوا جنود فرنسا يخشوا بيوتكم، تقدر تردهم انت بعدين بعد يخشوا بيتكم لانك انت اللي ناديتهم. انظروا لهذه الجماهير، لو نعطيها الامر بالزحف لن يستطيع احد ان يوقفها ابدا حتى بدون سلاح، ما بالك لو نسلحها
بالرشاشات والبنادق ماذا يكون؟ ستكون نار جهنم. ولكن انا لا اصدر هذا الامر الان. اعطي فرصة للخونة، اعطي فرصة للعملاء، واعطي فرصة لحلف الناتو ان هو يترك ليبيا لاهلها، يتركها للشعب الليبي. انتم يا مستعمرون، يا وباش انتم تقررون مصير الشعب الليبي. الشعب الليبي حر ومسلح وواعي، هو اللي قاعد يقرر مصيره. اذا كان النساء يتسابقن التدريب على السلاح، كتايب ورا كتايب من النساء الان في جميع الحاجة الجماهيرية مستعدة للقتال. النساء الان يتزاحمن ليدخلن المعركة. في استفتاء بعد هذا الاستفتاء، في استفتاء بعد هذا الاستفتاء، في انتخابات بعد الانتخابات. نتحداكم جيبوا اي زعيم في العالم يجيب 1 على 1000 من هذا التأييد، من هذا الاستفتاء. اهو الاستفتاء. ما تبغوش تفهموا يا جهلة، ما تبغوش تفهموا يا طغاة، ما تبغوش تفهموا. عيونكم ما تشبح، وذانكم ما تسمع، عقولكم ما تفهم. يا اعداء الشعوب، يا اعداء الانسانية، مصيركم الى الهلاك. كل اعداء الانسانية سقطوا، كل اعداء الشعوب سقطوا تحت اقدام الشعوب. القذافي تحمله الجماهير على اعناقها، اما انت بتدوس عليكم الجماهير باقدامها. هذا هو الرد، هذا هو الرد. هذه زليتن، اختاروا زليتن لان زليتن على مشارف مصراته. يا اعداء مصراته، انتم يا خونة يا عملاء ويا زنادقة، يا اللي ضيعتوا مصراته، يا اللي بهدلتوا مصراته، يا اللي ضيعتوا اطفال مصراته وبعتوا اطفال مصراته للنصارى، بعتوا اطفال مصراته للنصارى يا خونة. بهدلتوا مصراته ودمرتوها. المسيرة المليونية على مشارف مصراته، ولكني لا اريد ان نعطيها الاذن. لو نعطيها الامر بالزحف حيفتش مصراته طوبة. زليتن بلاد الدقات، بلاد الصلاح، بلاد الشيخ، فاتير، براهمة، العمايم، الكورغلية. زليتن تستقبل الزحوف من بالوليد الى ترخونة الى امسلات الى راس غزال الى الخمس الى تاورغة ثم الزيتن. الزيتن تستحق هذا. نعم الزيتن تستحق هذا. الزيتن بلاد الاشراف، والزيتن منها قد يتم الانطلاق شرقا. احنا لو ننطلق بهذه الملايين اللي ظهرت في المسيرات ما بنوقفوا عند مصراتة، ممكن نوقفوا عند وادي النيل. انتم يا بتوع الناتو ويا خونة الاخرين العملاء، انتم ماكم حاسبين حساب الجماهير، ماكم حاسبين حساب الشعب الليبي. استفزيتوا الشعب الليبي، انتم الشعب الليبي. معقولة هذا الشعب تجيبوا 5 انفار خونة وتقولوا هذول يمثلوا الشعب الليبي؟ هذه هي الديمقراطية؟ تدعموهم بالطائرات وبالبوارج وتقولوا هذه هي الديمقراطية؟ هذه هي ديمقراطيتكم يا غرب. بئس الديمقراطية، الخزي على هذه الديمقراطية. اي ديمقراطية هذه؟ تجيب خونة تصلهم بالقوة وتقول يمثل الشعب الليبي؟ إهانة للشعب الليبي. الشعب الليبي لا يمثله احد، حتى معمر القذافي لا يمثل الشعب الليبي. الشعب الليبي لا يمثله احد، التمثيل تسجيل. الشعب الليبي هو صاحب السيادة وصاحب السلاح، بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح. الشعب الليبي لا يمثله احد. يا جهل عندما تقولوا هذا المجلس والله مش عارف من يمثل الشعب الليبي. يا سلام يا سلام، يمثل الشعب الليبي. تجيبوه انتم وتسندوه بالطائرات وتقولوا يمثل الشعب الليبي. الشعب الليبي لا يمثله احد، بنغازي لا يمثلها احد. ستثبت لكم بنغازي انها لا يمثلها احد. بنغازي فارس السلطة بنفسه، مؤتمرات شعبية اساسية ولجان شعبية ونقابات
هذا هو الشعب في بنغازي.